مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكست نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. قربالة جزائرية بعد إشادة المغرب وانتقاد المنتخب الوطني. عرفت الساحة الرياضية والإعلامية في الجزائر خلال الأيام الأخيرة موجة كبيرة من الجدل، وذلك بعد التصريحات القوية التي أدلى بها المحلل الرياضي الجزائري مصطفى المعزوزي، المعروف بخطابه المباشر وانتقاداته الحادة. المعزوزي وخلال بث مباشر مطول على قناته على يوتيوب تناول عدة قضايا مرتبطة بالمنتخب الجزائري وكرة القدم المغاربية، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الاستقبال المغربي للمنتخب الجزائري خلال مباراته الودية الأخيرة ضد منتخب غينيا، قبل أن يفتح النار على المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش ولاعبي الخضر. استقبال مثالي في المغرب. في بداية مداخلته شدد المعزوزي على أن المنتخب الجزائري وجد في المغرب كافة الظروف المثالية للتحضير للمباراة، معترفاً بأن المغرب قدم صورة حضارية راقية في التنظيم والاستقبال، وقال بالحرف: أنا رحلت إلى المغرب، استقبلونا بحفاوة، فتحوا لنا ديارهم، الملعب عالمي، الأرضية رائعة، المناخ مناسب، ولا يوجد أي ضغط سلبي من الجماهير، بصحتهم المغاربة، خدموا بلادهم بجدية. هذه الكلمات الصادرة عن محلل جزائري أثارت استغراب الكثيرين، خاصة وأن الإعلام الجزائري اعتاد على توجيه انتقادات متكررة للمغرب في السنوات الأخيرة. لكن المعزوزي على عكس السائد اعترف علناً بالتطور الكبير الذي حققته البنية التحتية المغربية، سواء من حيث الملاعب ذات الطراز العالمي أو التنظيم الإداري والتدبير الاحترافي الذي يقوده الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي قجع. مقارنة بين المغرب والجزائر. لم يكتفي المحلل الجزائري بالإشادة بالمغرب، بل أجرى مقارنة مباشرة بين الوضع الكروي في البلدين، ففي حين اعتبر أن المغرب يعيش واحدة من أفضل مراحله على المستوى القاري والعالمي بفضل المشاريع الرياضية الضخمة التي أثمرت عن نتائج واضحة، أكد أن الجزائر تعيش أزمة حقيقية على جميع المستويات، وأشار إلى أن الاتحاد المغربي استطاع أن يبني قاعدة صلبة من المنتخبات القادرة على المنافسة، مستشهدا بتأهل المنتخبات السنية إلى نهائيات كأس أفريقيا وفوز المنتخب المحلي بلقب الشان، بالإضافة إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ منتخب أسود الأطلس نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، فضلا عن سيطرة المنتخب المغربي للفوتسال على القارة الأفريقية. في المقابل انتقد المعزوزي بشدة الاتحاد الجزائري، معتبره أنه يعيش حالة من الفوضى والارتجالية، وقال في هذا الصدد: أين نحن من هذه النجاحات؟ ما زلنا غارقين في مشاكل تسييرية، نغير المدربين بشكل عشوائي، ولا نملك أي مشروع واضح أو استراتيجية مستقبلية. انتقادات لاذعة للمدرب بيتكوفيتش. جانب كبير من مداخلة المعزوزي خصصه للحديث عن المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الذي لم يسلم من انتقادات حادة، فقد وصفه بأنه مدرب بلا خطة ولا شخصية، مشيرا إلى أنه لم يقدم أي إضافة منذ توليه مسؤولية قيادة المنتخب الجزائري، وأضاف: هذا المدرب جاء ب3 أيام فقط من التحضيرات، ظهر في مؤتمر صحفي وقال أنه متعب. تخيلوا، مدرب المنتخب الوطني يتحدث بهذه الطريقة، لا نتائج، لا أداء، لا أسلوب لعب، لا شيء يذكر. كما هاجم المعزوزي خيارات بيتكوفيتش في استدعاء اللاعبين، معتبراً أن المنتخب يضم أسماء لا تستحق حمل القميص الوطني، وأوضح أن بعض اللاعبين يفتقدون إلى الروح القتالية والانضباط، مما جعل الأداء أمام غينيا باهتاً ومخيباً للآمال. أزمة ثقة بين الجماهير والمنتخب. التصريحات أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن المعزوزي عبر عن الحقيقة كما هي، وبين من اعتبر أن تصريحاته قاسية وقد تزيد من تعميق أزمة الثقة بين الجماهير والمنتخب. الجماهير الجزائرية التي كانت تتطلع إلى رؤية منتخبها يستعيد بريقه بعد خيبة الأمل في كأس إفريقيا الأخيرة والإقصاء من تصفيات كأس العالم 2022، شعرت بخيبة أمل جديدة بعد الخسارة أمام غينيا، وهو ما جعل الكثيرين يوجهون أصابع الاتهام إلى الاتحاد والمدرب معاً. إشادة بالقجاع وتسييره.
اللافت في تصريحات المعزوزي هو إشادته الكبيرة برئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، الذي وصفه بأنه رجل دولة يشتغل بجدية لمصلحة بلاده. وأكد أن ما حققه المغرب في السنوات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل مؤسساتي منظم ورؤية واضحة. وأضاف: المغاربة لديهم رئيس اتحاد يشتغل على كل المستويات، من الناشئين إلى الكبار، من كرة القدم إلى الفوتسال. أما نحن فما زلنا نبحث عن أعذار ونتحدث عن كواليس وهمية. انعكاسات على صورة الكرة الجزائرية. التباين بين الاعتراف بإنجازات المغرب وانتقاد الفوضى في الجزائر طرح أسئلة عديدة حول مستقبل كرة القدم الجزائرية. فهل تستطيع الجزائر أن تلحق بركب التطور الذي تشهده الكرة المغربية، أم أن غياب الاستراتيجية الواضحة سيؤدي إلى مزيد من التراجع؟ الإعلام الجزائري بدوره انقسم بين من رأى في تصريحات المعزوز جرأة وواقعية، ومن اعتبرها نوعاً من جلد الذات قد يضر بصورة المنتخب. لكن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن المنتخب الجزائري يعيش أزمة ثقة وأداء تحتاج إلى إصلاحات جذرية. المباراة ضد غينيا، النقطة التي فجرت الغضب. المباراة الودية ضد منتخب غينيا كانت الشرارة التي أعادت إشعال النقاش، فالأداء كان بعيداً عن تطلعات الجماهير، حيث ظهر المنتخب الجزائري بمستوى ضعيف غابت عنه الروح القتالية والهجومية التي اشتهر بها سابقاً. المعزوزي لم يتردد في القول أن المنتخب الغيني تفوق تكتيكياً وبدنياً، فيما اكتفى الجزائريون بالدفاع وانتظار المرتدات، وهو ما زاد من غضب الجماهير التي اعتادت رؤية الخضر في صورة الفريق القوي الذي يفرض أسلوبه على المنافسين. رسائل مباشرة للجماهير واللاعبين. المحلل الجزائري وجه رسائل مباشرة للاعبين والجماهير داعياً إلى ضرورة استعادة الروح الوطنية والالتزام بالمسؤولية، وقال: من لا يعرف قيمة القميص الوطني فلا مكان له في المنتخب. نحتاج إلى لاعبين يلعبون بالقلب قبل أي شيء آخر. كما طالب الجماهير بالضغط الإيجابي من أجل دفع المسؤولين إلى إصلاح الأوضاع، مشيراً إلى أن الصمت والتبرير لن يؤدي إلى مزيد من التراجع. خلاصة: تصريحات مصطفى المعزوزي فتحت الباب أمام نقاش واسع حول واقع كرة القدم الجزائرية ومستقبلها. فبين الإشادة بالتجربة المغربية الناجحة والانتقاد اللاذع للوضع في الجزائر، وجد الرأي العام نفسه أمام مقارنة مؤلمة تبرز حجم الفوارق بين بلدين جارين كانا إلى وقت قريب يتنافسان على الزعامة القارية. اليوم بينما يواصل المغرب كتابة فصول جديدة في تاريخه الكروي والمعماري، تعيش الجزائر مرحلة حرجة تحتاج إلى إصلاحات عميقة وإرادة سياسية ورياضية لإنقاذ المنتخب من مزيد من التراجع. وإلا فإن الحديث عن القربلة لن يكون سوى البداية لأزمات أكبر قد تهدد مكانة الكرة الجزائرية قارياً ودولياً. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكراً لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.